السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو خالد من قناة ذا سامري نوليدج. النهارده هنعرف مع بعض ازاي اللغة العربية دي احنا اللي بنتكلم بيها كل يوم منتشرة في كل الدول العربية، وكل دولة بتظبطها على مزاجها. وطبعا محدش يعرف ايه هو اصل اللغة العربية، بس الظريف ان اللغة كانت بتتطور مع الزمن لدرجة ان اللغة العربية اتطورت بشكل كبير بالنسبة للسوشيال ميديا. والعرب الاوائل كانوا عايشين في شبه الجزيرة العربية، كانوا بيتعاملوا مع اللغة كأنها فن. يعني كل شاعر كان بيقول قصيدة والتاني بيرد عليه بشعر تاني يقفله. ده كان وقتها زي تحديات الراب النهارده. انتشرت اللغة في كل الدول العربية. نخش على أهم أجزاء، وهي إزاي كل الدول العربية أخدت اللغة وعدلت عليها على مزاجها. أولا مصر. المصريين أخدوا اللغة العربية وركبوا عليها شوية إفيهات وإضافات كده. يعني الكلمات العادية عندهم تتحول لحاجة تانية خالص. مثلا كلمة ازيك اللي هي المفروض تكون كيف حالك اتحولت لازيك يا برنس، وهتلاقي الواحد بيرد وهو مش فاهم السؤال أصلا لأنه حفظ كلمة ازيك وبس. اللي هو المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. تعالوا بقى نشوف المغرب العربي. ان الكلام هناك ليه طابع خاص جدا، تحس ان هما بيغنوا وما بيتكلموا. كلمه واحده زي السلام عليكم، او هي اساسا كانت السلام عليكم مش السلام عليكم، وواحد يفسر لك الكلمه دي هتلاقي نفسك ولا انت فاهم عربي ولا هو دي اساسا. ولو جيت للخليج العربي اللي هي السعوديه والامارات الكويت قطر عمان والبحرين، في الخليج العربي بتلاقي اللغه فخمه ورزينه. يعني لما تروح هناك وتحاول تقول حاجه بسيطه زي مثلا شكرا، بيردوا عليك بجملة كاملة: ألف شكر وتقدير وامتنان، ما قصرت طول عمرك. تحس إنك في فيلم تاريخي أساسا. ولو جيت للعراق، العراقيين عندهم اللغة العربية الأصلية بس مخلطينها شوية، يعني عشان تديها طابع مميز. يعني كلمة عافية اللي هي أصلا معناها شاطر، بس لو تقيت لك في الشارع تحس إن هو جاي يتخانق معاك. ولو جينا بقى للشام اللي هي سوريا لبنان الأردن فلسطين، الشام بقى عندهم خفة دم بالشامي. يعني تلاقي السوريين واللبنانيين دايما بيعرفوا يحولوا الكلام العادي لنغمة حلوة. مرحبا بتتحول لأهلين، وكيفك تبقى شلونك. والشوام عموما بيخلوا اللغة العربية حاجة حلوة كده زي الأغنية. وما تفتكرش ان كلمة أهلين اللي هو أهلك وأهلي ومش عارف لا يروح أمك، ده معناها بس السلام وعادي. وخليك معايا واتقل شوية عشان السودان كبيرة قوي. اللغة العربية في السودان مش مجرد وسيلة للتواصل، دي حالة اجتماعية. حس انها جاية من قلب النيل، مروية بروح الطيبة والبساطة اللي موجودة في الناس هناك. لما تسمع سوداني بيقولك يا زول، بتعرف على طول انك داخل على حوار مختلف. كلمة يا زول دي مش بس نداء، دي دعوة ضمنية عشان تقعد وتسمع وتتكلم على مهل. تحس ان في دعوة كده للشاي والونسة ويمكن اكل كمان. والسودانيين عندهم عادة ان هم بياخدوا راحتهم في الكلام. يعني لما يقولك كيف حالك، ما تستناش انك ترد عليهم بكويس وخلاص، لا، هم عايزين يعرفوا فعلا انت عامل ايه بكل التفاصيل. وتلاقي نفسك بتحكي عن يومك كله في قعدة شاي سوداني تقليدية ما فيهاش اي حاجة مميزة، اللي هي مجرد مشروب عادي يعني. لا، دي طقس اجتماعي بيربط الناس ببعضهم، ومع كل شفطة شاي الكلمة بتمشي بسلاسة وبطء وكأنها موسيقى بتعزف على ايقاع هادي. حتى الكلمات البسيطة زي كلمة عافية اللي احنا قلناها في الأول، اللي هي برضو بمعنى برافو أو كويس، لو تسمعها من هناك ما تفتكرش إن هو بيتخانق، لا ده كلمة عادية. وبتحس إن الكلمة ليها ثقل معنوي كده، يعني لها وزنها، كأنهم بيدوك شهادة تقدير بدون ما تحس. اللغة العربية عندهم مش بس لغة، دي بتعتبر ثقافة مليانة كرم وأصالة، اللي بيظهر في تفاصيل الكلام والعلاقات الاجتماعية. السودانيين عندهم ميل لمد الكلام. يعني ايه لمد الكلام؟ بطريقة تديك احساس بالراحة. يعني لو قاعد وحد قالك ما في مشكلة، بتلاقي الجملة كأنها بتمد، اكنها لحن موسيقي يعني. ولو حضرت معاهم جلسة شاي هتفهم ان اللغة عندهم مش مجرد كلام، دي تجربة كاملة بتحطك في جو من الهدوء والسكينة. وفي بعض المناطق في السودان تلاقي تأثيرات اللغة متأثرة بالثقافات الافريقية، في كلمات زي تباكي اللي معناها يغني، وده بيعكس روح التفاؤل حتى في أصعب الظروف. السودانيين معروفين إنهم دايما متفائلين وبيضحكوا حتى لما يتكلموا في مواضيع الجادة. تحس إن الكلام عندهم مريح، كأنك قاعد على شط النيل في هدوء الليل. نيجي بقى للأردن، البلد اللي دايما تلاقي فيها لغة عربية فصحى بس بطريقة تخلي الكلمات فيها ثقل واحترام. الأردنيين بيمزجوا الفصحى باللغة المحلية بطريقة تخليك تحس كأنك تسمع شاعر قديم بيتكلم في الأسواق. تحس كده إن اللغة عندهم موروثة من العصر العباسي. حتى لما بيقولوا كيف حالك تحس ان هما بيحاولوا يخلوا الكلام رسمي، وفي كده وقار وخاص. وفي الريف الاردني اللغة مليانة بكلمات بدوية اصيلة. تلاقي مثلا كلمة شوي بدل قليل، وده بيعكس التراث البدوي اللي لسه بيأثر على حياة الناس.
وفي المدن الكبيرة زي عمان تلاقي اللغة أكتر متحضرة بس لسه متمسكة بالجذور العربية العريقة. وفي فلسطين الحبيبة اللغة هناك جزء لا يتجزأ من الهوية. الفلسطينيين دايما تلاقيهم فصحاء حتى في لهجتهم العامية. اللغة عندهم مليانة بمفردات مقامة وكفاح، تحس ان كل كلمة عندهم لها معنى اكبر من مجرد التواصل في الضفة وغزة. وحتى هناك بتلاقي مفردات خاصة بيهم زي يا ريت اللي معناهم اتمنى، بس بتنقال بنبرة حزينة شوية كأنك بتمثل سنوات من الألم والأمل. في القرى الفلسطينية تلاقي اللغة مختلطة بتأثيرات من العثمانيين والبريطانيين، وده بيبان في كلمة زي باشا وبنك اللي اتدخلوا في الحياة اليومية. اللغة العربية في فلسطين مش بس وسيلة للتعبير، دي سلاح للحفاظ على الهوية قدام كل التحديات. وفي لبنان بلد اللغات والاختلاط الثقافي، اللغة العربية عندهم فيها نكهة فرنسية وانجليزية. تلاقي اللبنانيين بيتكلموا عربي مدموج بكلمات زي ميرسي باي، بس على قد ما هم بيحبوا يخلطوا اللغات، اللغة العربية الفصحى لسه حاضرة في الشعر والأدب وتحسها في كل زاوية من حياتهم. في بيروت تلاقي اللغة عامية جدا وكأنها خليط ما بين الفصحى واللغات الأجنبية، تحس إنهم واخدين من كل حضارة حتة. في القرى الجبلية تلاقي اللغة أقرب للفصحى البسيطة ممزوجة بالتقاليد الريفية اللي بتديها طابع خاص. ولبنان طبعا معروفة بالأدب العربي، تلاقي الناس لحد النهاردة بيقرأوا الشعر زي جبران خليل اللي هو لسان لبنان الشعري. وفي العراق بلد الحضارة واللغة العربية، هناك مليانة تاريخ. العراقيين بيحافظوا على اللغة الفصحى في الكلام بشكل رسمي جدا، حتى لما يتكلموا بالعامية تحس انك بتسمع واحد من ادباء العصر العباسي بيتكلم. عندهم كلمات زي شكد بدل كم، ودي بتديك احساس بتراث بلاد الرافدين اللي لسه عايشين لحد النهارده. وفي المدن الجنوبية اللغة بتاخد طابع مختلف شوية، فيه شوية مفردات من الفارسية والتركية كانت موجودة ايام الدول العثمانية. العراق بلد التناقضات اللغوية بين الحضارة القديمة والحداثة، تلاقي اللغة دايما غنية بالمفردات اللي بتمثل عمق التاريخ. ونيجي للجزائر برضو زي المغرب فيها خليط لغوي عجيب، اللغة العربية هناك متداخلة مع الأمازيغية والفرنسية، تحس ان كل جملة جسر بين الثقافات. في المدن الكبيرة زي الجزائر العاصمة تلاقي الكلمات العربية بتطلع بسهولة، بس فجأة تسمع جملة كاملة بالفرنسية والعكس صحيح. وطبعا بعد ما اتكلمنا على بعض الدول اللي بتتكلم باللغة العربية، احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، واستنونا الفيديو الجاي ان شاء الله. وان شاء الله الفيديو الجاي هتكون بيتكلم عن حاجة انتوا المفروض هتكتبوها في التعليقات، فيلا قولوا رأيكم واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد، والسلام عليكم.